يا مساء السعادة، تعالوا النهاردة أقول لكم عن تجربتي لأول مرة مع الفسيخ والسردين والرنجة اللي بيبقوا معلبين أو مغلفين كده اللي بيتباعوا في السوبر ماركت. وبما إني أنا كنت عاملة أصلا الحاجات دي وبعملها في البيت وعمري ما اشتريتها من بره أبدا خالص، بس كان عندنا عزومة كبيرة فبصراحة ما كفتش الكمية اللي عندي، فولادي قرروا إن هما يجربوا يجيبوا المغلف دوّة من السوبر ماركت، لإن كمان الوقت كان ضيّق جدًا، وخلاص ما فيش وقت إن أنا حتى أطلب order من حد موثوق منه أكون عارفاه وأجيب منه، فجابوا الحاجات دي وقُلنا نجرّبها، ويالّا أقول لكم عن تجربتي، وبالمرّة كمان ننضّفه وأقول لكم أنا إزاي باخلي الفسيخ والرنجة بكل سهولة، وإزاي تحافظي على المكان نضيف كده حوالين منِّك وما تبهدليش الدنيا. فيالّا بقى كده نسمّي الله، حطّوا لايك ويالّا شير وكومنت حلو، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من أي دولة، وكل سنة وكل الأمة العربية طيبة وبخير. أول حاجة أنا فرشت كده المفرش، الأكياس دي اللي بنفرشها اللي بناكل عليها، وفتحت كده الرنجة وحضّرت المقص والسكينة، ودي رنجاية المفروض إن دي الرنجاية اللي البطروخ بتاعها بيبقى خشن اللي بنقول عليه البطروخ الكافيار، ودي الرنجايتين التانيين اللي هي الرنجة اللي المفروض بيبقى البطروخ بتاعها من جوّه ناعم. والرنجاية الخشنة دي كان عليها كده تيكت زي اللي بيتحط على الهدوم، فدي شكلها الرنجة اللي هي بتتصدّر برّه، أو يعني هُم بيبقى في الماركتات الكبيرة بيبقى أنواع الرنجة من عند أماكن كده بتبقى غالية، فبيبقى ليها التيكت دوّة. المهم أنا كده قصّيت الروس من كل الرنجات، وقصّيت كمان الديل، وهابتدي كده إن أنا أخليها بكل سهولة، وأهم حاجة إنِّك تحطّي كيس جنبِك عشان كل حاجة تطلع تبتدي على طول تشيليها ويبقى المكان حوالين منِّك كده رايق. وبُصّي ابتديت على طول أشِد كده بالسكينة، شايفين ما شاء الله على طول القشرة بتتجلط من عليها أو بتتسلخ كده بكل سهولة، شايفين باسلِّك كده بس الأول الحتة الأولانية دي، وبعد كده على طول باشدّها بإيدي زي ما أنتم شايفين كده، ولو أي حتة كده عطلت علشان خاطر ال الخياشيم دي أو الزعانف اللي في الجناب دي بتمسك فيها الجلدة، فعلى طول باسلِّكها وباشدّها، شايفين الجلدة طلعت بكل سهولة. هابتدي كده بقى بالسكينة أفتحها كده من الجنب وأدخّل إيدي وأشدّها كده، على طول هتطلع اللحمة على طول من عندها. بُصّوا بقى ده البطروخ القمر اللي كُلّنا بنعشقه، اللي إحنا بنقول عليه اللي هو الكافيار، البطروخ الخشن ده، ده تحفة. تعالوا بقى نشِد كده السلسلة على طول هتطلع معانا بكل سهولة، وتعالي أقول لِك بقى إزاي تطلّعي الشوك اللي بيبقى موجود ده. بُصّي بسهولة جدًا بالسكينة كده بتميّليها وتبتدي على طول تشدّي من الجناب، بتطلّع لِك كل الشوك اللي موجود في قلب الرنجة، شايفين بالشكل ده، وكمان تطلّع كده الحتّة اللي هي بتبقى مسودة مطرح البطن أو أي حاجة شكلها مش لطيف هتشيلها لِك بكل سهولة. أهم حاجة السكينة تكون معاكِ كده حامية عشان تنجز معاكِ على طول، لو سكينة باردة مش هتطلّع لِك الكلام ده. شايفين اللحم طلع معايا اتخلِت بكل سهولة وبقت تحفة، والجنب التاني هنعمل بالشكل ده. ركّزوا كده بُصّوا، أنا باميّل السكينة كده وعلى طول بافضل أشِد كده، أنا بس أنا مش مسرّعة الفيديو، أنا اللي باتحرّك بإيديّا بسرعة، شايفين؟ أي حاجة بقى كده هاشيلها، وكده اتخلِت معايا الرنجة بكل سهولة، بقى عندي اللحم صافي من غير شوك، من غير القشر، من غير أي حاجة خالص. وطبعًا حاطين جنب مننا طبق علشان خاطر اللحم اللي بيطلع نحطه فيه، ولميت الكيس وابتديت حطيت كيس تاني نضيف علشان خاطر نطلّع عليه الفسيخ. زي ما قُلت لكم أهم حاجة إن إحنا يبقى المكان حوالين مننا رايق ونضيف، وما يبقاش فيه كركبة ولا يبقى فيه زفارة. نفس الشيء برضه هاعمله في الفسيخ، هاقص كده الراس، والراس هنا كانت ناشفة شوية. بُصّوا، هابتدي بقى إن أنا أضغط عليها كده ونشيل برضه ال الزعانف دي، وهاقص برضه كده الديل، شايفين؟ بُصّوا، بكل سهولة لازم يكون كده المقص أو السكينة اللي هتستخدميهم يكونوا حاميين، وهنفتح كده من عند الضهر أو عايزة تفتحيها من عند البطن براحتك خالص، بس أنا باحب أفتحها من عند الضهر علشان خاطر يبقى من عند اللحم، وما أجيش لمّا بتفتحيها من عند البطن بتقصي كده بقى المصارين وبتبتدي تبهدل الدنيا تيجي على اللحم، لكن أنا كده بالنسبة لي بتبقى البطن في النُص أقدر أنضّفها من غير ما تيجي على اللحم ولا أي حاجة. وهابتدي كده أشيل سلسلة الضهر، وبُصّوا بقى
ده الفسيخ اللي انتوا شفتوه اللي في الأكياس. هقول لكم على رأيي فيه بكل صراحة. بصراحة حسيت ان هو ناشف، مش زي الفسيخ اللي بنخلله في البيت او لما بتشتريه من عند الفسخاني اللي احنا بنقول عليه فسيخ حر. ده بيبقى احلى بكتير، لكن ده انا حسيت ان اللحم بصوا ناشف كده شويه، ماسكه كده نفسها جامده. لكن التاني بيبقى طري، حتى لما بنيجي نفتحه ونمسك اللحم بيبقى طري قوي، وسلسله الظهر دي بتطلع معانا بكل سهوله. لكن دي واضح ان هي ناشفه. انا الاول بقى كده هجيب مناديل، ومسحت على طول البطن ومناديل امسح السكينه عشان تبقى نظيفه، وابتدي كده ان انا اعمل الشوك بالسكينه. لكن ما طلعش، لان زي ما قلت لكم اللحم كان ناشف شويه، فاضطريت ان انا اعمله كده بايدي. لكن لو الفسيخ ده بيبقى طري اللي احنا بنعمله في البيت او بنشتريه من عند الفسخاني او بتشتريه من حد انت عارفاه بيكون بيشتغل وعامل مشروع للكلام ده، بيبقى الفسيخ بيبقى عامل زي الزبده، ما بيستحملش الشوك، بيطلع بكل سهوله وكل حاجه بتبقى تحفه جدا، حتى سلسله الظهر دي بتبقى دايبه خالص. لكن دي زي ما انتوا شايفين واضح ان ايه اللحم كده ماسك نفسه وقاسي شويه، فده خلاني اضطر ان انا اعمل بالسكينه بالشكل ده. شايفين بنبتدي كده تحت كاننا بالظبط كده بنخليها او بنشفيها. شايفين زي ما بنشفي كده اللحم كده من الجلد، نضغط كده بالسكينه، والسكينه عشان حاميه فمساعده معايا ومنجزه. لكن لو مش حاميه زي ما قلت لكم مش هتشتغل معايا ومش هتطلع. بصوا ده اللحم حلو، طعمه حلو بس حادق برضو شوية عكس التاني. لكن مش يعني بالنسبة لي هي مش تجربة بصراحة يعني ايه ألطف حاجة. أنا بالنسبة لي اللي احنا بنعمله أو بنشتريه من عند الفسخاني أو زي ما قلت لكم من حد بيعمل مشروع بيتي بيبيعه، فبيبقى احلى كتير جدا جدا. لكن ده لو قلتيلي تديله كام هقولك مثلا هديله 50 او 60% يعني. لكن او مثلا ايه 6 من 10 6 من 10 حلوة عليه يعني. مش هنقول 5 من 10 عشان مبقاش ظالمينه قوي، لكن هو 6 من 10 بصراحة. حتى بصوا القشرة هتحسوا الجلد بتاعه ناشف كده وماسك نفسه، عكس التاني بيبقى معانا كده عامل زي الزبدة. المهم ان احنا خليناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وطلعت منها الشوك كله، وبرده حاطه طبق وبحط كده جنبي. هبتدي بقى اجيب السردين وننضف السردين. وفتحت الكيس كان فيه 3 وحدات. تمام، 3 وحدات دولت تمنهم حوالي مثلا 58 جنيه، يعني نقول 60 جنيه. فطبعا ده غالي جدا جدا اللي احنا بنجيبه من عند بتاع السمك. ما شاء الله احنا بنجيب كيلو، بيبقى تمنه مش غالي وبيعمل معانا كمية حلوة. وانتوا شفتوا معايا الفيديو بتاع السردين اللي كنت عملته، شفتوا فرق السردينة دي لونها وشكلها غير التانية. بصوا فتحتها لقيتها من جوه كده مسودة، والسردين كان ناشف. السردين بقى بصراحة ربنا اديله 0 من 10، ما عجبنيش خالص خالص، يعني ناشف قوي وعامل زي اللي متحطب كده او كأنهم محنطينه ناشف. بصوا حتى عامل ازاي قاسي جدا، ولونه من جوه مسود عكس اللي احنا بنعمله في البيت. واظن انتوا شفتوا الفيديو اللي انا نزلته، السردينة عاملة زي الزبدة زي المربى حرفيا، ولونها خطير. واللحمة من جوه كانت حمرا، وتقدروا ترجعوا للفيديو ده وتشوفوه. اللحم من جوه كان احمر وتحفة، وبصراحة كان طعمه خطير. حتى بصوا انا بقول لكم ان لا ما عجبنيش خالص خالص. حتى انا ما فتحتش الكيس التاني، استكفيت بالكيس ده. هما يا ولادي كانوا جايبين كيسين، فانا استكفيت بالكيس ده لاني بصراحه ما عجبنيش يعني. فحسيت اني لا هو موضوع فاشل، فيلا والحمد لله. المهم بقى خلصت نظفت وكل حاجه، ودلوقتي بقى نعمل سلطه رنجه بتبقى طعمها تحفه تحفه يا بنات. اولا بتبقى خفيفه على المعده وما بتعملش حموضه ولا حرقان في المعده ولا انتفاخ ولا اي حاجه خالص خالص. وكمان الناس اللي ما بتحبش الرنجه بقى والكلام ده لو كلتها وجربتها كده سلطه رنجه بجد هتعشقها، خطيرة. حطيت كوباية من الزبادي، وحطيت كده كمان عليهم نص كوباية كده من الطحينة، وعصرت عصير كده ليمونتين.
تمام، وحطيت حوالي مثلًا معلقتين 3 من الخل وزيت، ونبتدي بقى نحط الملح والكمون وكمان شوية كده من البابريكا، ولو عايزاها حامية تقدري تحطي شطة، وننزل بقى بالبصل متقطّع، بصل أحمر أو بصل أبيض اللي موجود عندِك، وفلفل ألوان متقطّع كلّه مكعبات، ودي الرِنجة اللي إحنا خليناها سوا، قطّعتها برضه كده مكعبات وحطيتها، وحطيت كمان عليها بصل أخضر بياخد الموضوع في حتّة تانية خالص، بأمانة طعمها تحفة. هاقلّب بقى كل الكلام الخطير ده مع بعضه، عايزة أقول لكم إن أنتم ولا بتشمّوا لها ريحة زفارة، ولا بتحسّوا بطعم الرِنجة القوي اللي الناس كتير ما بتحبّوش أو بتقلق منّه، بجد طعمها تحفة وما شاء الله يعني خطيرة، تاكلي منّها مهمًا تاكلي ما تشبعيش منّها وما بتتعبكيش، ومش هتحتاجي إن أنتِ بعد منّها بقى تاخدي كيس فوار ولا تحسّي إن أنتِ عايزة تشربي حاجة ساقعة ولا أي حاجة، من كتر ما هي خفيفة جدًا. هاحط كده رشة من البصل، واحط بقى كده ليمون، ونحط كمان شوية من الزيت بقى على الفسيخ والرنجة والسردين وكمان البطروخ، ودي بقى كانت تجربتي مع الفسيخ والحاجات اللي من السوبر ماركت، وبأمانة مش هاكرر التجربة دي تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنوني في فيديو جديد.